الفيديو ده انا هكلمك على حاجة هتغير لك حياتك خالص، حاجة غيرت لي انا حياتي. بس انا ما بتكلمش عليها بالديتيلز اللي انا هتكلم عليه في الفيديو ده. فخلينا ابدا. اول حاجة، لو انت بتعجبك فيديوهاتي وعجبك طريقة كلامي عايز تستفاد اكتر، اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عشان فيديوهاتي تطلع لك اكتر وعشان تطلع على ناس تانية هما كمان يستفادوا. ابدا الفيديو بقى دلوقتي. في حاجة اسمها سيلف امبروفمنت. ماشي. سيلف امبروفمنت دي الخصها لك كلها قصدي. هتبقى من الاخر كده تحسين النفس، ان انت تحسن نفسك. هتطلع من الفيديو دلوقتي وهتقول لي اه يا عم دي حاجات اي كلام، براحتك. انا بقول لك انا كنت في مكانك انت بالظبط. كنت بفضل العب فيديو جيمز كل يوم بعمل سكرول، وحياتي ما كانش ليها هدف. كنت كل تفكيري ان انا دلوقتي ولد صغير مش المفروض افكر باي طريقه. انا دلوقتي ولد صغير المفروض استمتع بحياتي وخلاص. انا لسه ما كبرتش، لسه الجامعه ما جاتش، كنت ده طريقه تفكيري. بس عشان دماغي كان ليميتد قوي، دماغي كان ليميتد لحته صغيره قوي. انا ما استوعبتش ان انا اوريدي بدات، ان انا ليا بوتنشال دلوقتي. انا في خلاص في الستيج اوف بريباريشن. فانا هعلمك كل حاجه دلوقتي. انا اتفرجت على واحد الاول، يعني من الاول خالص اقول لك قصتي. انا بالظبط من سنه ونص او سنه وشويه يعني، كنت زي ما بقول لك في نفس حتتك بالظبط. كنت بلعب فيديو جيمز، كنت بعمل سكرول، كنت ما بعملش اي حاجه في حياتي. كنت بقع في عادات سيئه، وانت عارف في عاده معينه كانت بتدمر لي حياتي. في عادات كتير قوي كانت بتفضل تقرفني وكانت بتفضل تضرني، وانا كنت مستوعب ان اه يا عم محتاج اوقف العادات دي. بس الفيديو جيمز والسكرولينج ملهمش علاقه، يعني أنا المفروض استمتع بحياتي. ده مش استمتاع اصلا. ده انت بتقع في دوبامين غريب. انت بتقع في سايكل ناس خلتك تقع فيها قصد عشان هم ينجحوا. دلوقتي انا قابلت واحد صاحبي من بالظبط تقريبا سنه، واحد قريب مني قوي دلوقتي يعني، بس علمني ايه سيلف امبروفمنت ده. فهمني ان سيلف امبروفمنت هو ان انت تنفصل من الحاجات اللي بتضرك زي الفيديو جيمز وزي السكرولينج. وعشان تعرف، بس انا مش هعمل زي مامتك واقول لك هو بيضرك عشان عينك. انا بقول لك هو بيضرك عشان طريقة تفكيرك. هو بيضرك عشان بيعمل لك ليميت وبيخليك تقع في عادات سيئة تانية انت اصلا ما كنتش مستوعبها في الاول. فهو الفيديو جيمز والسكرولينج والحاجات اللي من دي اللي كلها بتعمل نفس الفكرة، كلها مضرة ليك بس على ليفل اعلى من اللي انت متخيله. فاحنا حاولنا نوقفهم شويه. انا وصاحبي قال لي انا بقى لي بشتغل على سيلف امبروفمنت ده سنه اوريدي قبليك او سنتين قبليك، فانا هعرف اعلمك واديك ستيب باي ستيب عشان تعرف تفهم بس انت هتمشي ازاي. فقال لي اه انا عايزك تبدا تنزل الجيم كونسيستنت اكتر بكتير. عشان انا كنت بقالي بنزل الجيم 4 سنين بس كنت بكسل قوي 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 فيهم الصراحه يعني. كنت بفضل اتمرقع كده، اروح شهرين اوقف 3، اروح شهرين اوقف 6، فاهم؟ بفضل اكسل طول الوقت. بس قال لي لا انت محتاج تاخدها جد دلوقتي. وهقول لك ليه. هو اشتغل بجد وقال لي انا عايزك توقف فيديو جيمز وتوقف سكرولينج وتوقف حرفيا كل حاجه وحشه. الحاجات اللي انت ممكن توقفها وقادر توقفها دلوقتي وقفها. وعايزك تبدا تعمل هابتس معينه. ايه الهابتس اللي هو قال لي عليهم دول دلوقتي؟ الهابتس دول كانوا تقريبا 4 حاجات بالظبط. الجيم، دي كانت واحده منهم. القرايه، الجورنالينج، والمايندفولنس مديتيشن. هشرح لك ال4 حاجات دي وازاي هم فادوني. الجيم انا مش لازم اشرح لك قوي الصراحه. الجيم بيبني لك جسم جامد قوي. الجسم ده بيديك كونفيدنس، الجسم ده بيديك مكانه في الاوضه. لما انت تخش اي اوضه الناس بتبص عليك، الناس بتركز معاك عشان انت شكلك حلو، عشان انت شكلك قادر ان انت تعمل حاجه. فده الجيم. القرايه ده بيخليك تتثقف في حاجات كتيره جدا. بس انا مش بقول لك القرايه وخلاص، يعني انا مش عايزك تقرا اي كتب ممتعه وخلاص وتسلي نفسك. طبعا ده هيساعدك ان في ايه، هيساعدك ان انت تبعد من العادات السيئه. مثلا انت لو كنت بتلعب فيديو جيمز، لو بدات تقرا كتب انترتينمنت بس بطلت فيديو جيمز، انت كده ستيب احسن. لسه بتعمل حاجه بتاخد من وقتك كتير وما بيفيدكش قوي كده، بس بتستفاد اكتر بكتير لو انت كنت بتلعب فيديو جيمز وخلاص او بتعمل سكرول وخلاص. فدي ستيب حلوه. بس انا بتكلم على كتب ايه بقى؟ انا بتكلم على كتب النوليدج، كتب التفكير، كتب اللي هيشغل دماغك، كتب اللي هيديك طرق تقدر تفكر بيها. هيديك نوليدج انت ما فكرتش انت ممكن تستخدمه في حياتك. مثلا في كتاب اسمه ذا 4 اور ورك ويك، هيشرح لك بيزنس، هيشرح لك حياة الراجل اللي اسمه تيم فيرس وازاي عرف يمر بالحياة دي ولسه يطلع مليونير بيساعد ناس. وازاي انت تعمل فلوس مش صعب قوي كده، مع انه بيشتغل قليل جدا، بيشتغل 4 ساعات في الاسبوع بس بيعرف يعمل ملايين عادي خالص. ماشي. في كتاب تاني اسمه سايكو سايبرنetics. سايكو سايبرنetics ده كتاب على طريقة تفكيرك، كتاب هيخليك تعرف تتحكم في نفسك. كتاب بيديك ثقة في نفس، بيديك طريقة تفكير جديدة. فدي سايكو سايبرنetics. في كتاب تاني اسمه
نيفر فينيشد، وكتاب اللي قبليه اسمه كانت هيرت مي. الكتبين دول بتاع واحد اسمه ديفيد جوجنز، واحد حاجه كتاب كده هيشجعك. ففي كتب كتيره انفورميشن ونوليدج بيقدروا يساعدوك بطرق غير بعض. فور اور ورك ويك هيساعدك في بزنس. نيفر فينيشد وكانت هيرت مي هيساعدوك في ان انت تعرف تفكر بطريقه صح. هيدوك ديترمينيشن، هيدوك مايند سيت، هيدوك موتيفيشن انت تكمل في اللي انت بتعمله. سايكو سايبرنetics هيديك طريقه تفكير، هيديك مايند سيت، هيديك ثقه في نفسك، هيديك كنترول على مشاعرك. في كتاب تاني اسمه ذا انتدرد سول. الانتدرد سول ده كتاب ادفانسد شويه، انا رايي تقرا الثلاثه التانيين قبل ما تروح له اصلا. بس كتاب كده هيفهمك انت ايه اصلا، هيفهمك ان انت مش الشخص اللي انت كنت متوقعه، هيفهمك حاجه ديب جدا. فالقرايه بتخليك تتثقف في ارياز ممكن تساعدك قوي 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 في حياتك، وهو ده السبب ان القرايه مهمه جدا. فدي القرايه. عندك الجيم والقرايه لغايه دلوقتي. الجورنالينج. الجورنالينج ده في ثلاث انواع منه انا بستخدمه. الجورنالينج اللي انت بتسال نفسك سؤال جواه، اللي هو بتكتب انا ازاي احل كده، عشان انت دلوقتي بقالك مثلا يومين ثلاثه في حاجه مش عارف تحلها، فبتسال نفسك في القرايه. ساعات بتساعد وبتديك افكار جديده تقدر تستخدمها. فدي دي. في نوع تاني جورنالينج اسمه انا الصراحه بسميه ايموشنال جورنالينج اكتر من اي حاجه. ايموشنال جورنالينج ده عباره عن ايه؟ هو من الاخر كده انت بتبقى زعلان قوي او متنرفز قوي او خايف قوي من حاجه، فبتكتب جوه الكتاب كل حاجه، بتكتب كل احساسك عشان تطلع مشاعرك في الكتابه، فتحس ان انت خلاص ريحت، تحس ان انت كده خلاص هديت. ماشي. فهي دي تاني طريقه. في تالت واحد بقى، ده اللي انت تلات ارباع الوقت هتستخدمه، عشان تلات ارباع الوقت انت مش متضايق متنرفز، تلات ارباع الوقت انت مش محتاج تسال نفسك سؤال. بس في تلات ارباع الوقت انت يعني مش مقدر حاجه، فانت بتحتاج تقدرها جوه الكتاب. ده اسمه جراتيتود جورنالينج. جراتيتود جورنالينج ده ان انت تكتب حاجه انت ما كنتش مقدرها في الاول، بس لو راحت منك انت مش هتتخيل حياتك من غيرها. اول حاجه هتيجي في دماغك ماما بابا. ماما بابا هيجوا في دماغك ليه؟ عشان انت حياتك كلها هم بقالوا بيساعدوك، هم بقالوا واقفين معاك، لو انت محتاج حاجه بترجع لهم. فدلوقتي لو ماما بابا راحوا، انت مش متخيل حياتك من غيرهم، مش متخيل حياتك هتتغير ازاي. فبتكتب انا مقدر ان ماما وبابا معايا ومبسوط جدا، ومش ما كنتش عارف افكر في حياتي اصلا من غيرهم، وكده كده كده كده. ده هيخليك تعمل ايه؟ اول حاجه ده هيخليك بجد، هي حاجه واحده بس هو هيخليك بجد تستوعب قيمه الشخص او الحاجه اللي معاك دلوقتي دي. مش لازم يبقى شخص، مش لازم يبقى ماما بابا، ممكن يبقى حاجه. بيتك مثلا، لو انت ما كانش معاك بيت كنت متخيل حياتك تبقى عامله ازاي؟ فاهم؟ فانت مقدر حاجه كانت موجوده عندك وانت ما كنتش مقدرها في الاول. بتبدا تفضل مبسوط على اصغر حاجات انت ما كنتش بتفكر فيهم قبل كده. شويه بشويه هتلاقي ان انت الحاجات المهمه قوي اللي انت كنت شايفها بتخلص. ما بابا راحوا، البيت راحوا، ما اعرفش ايه راح. افكر في ايه دلوقتي؟ دلوقتي بقى ممكن تفكر في اصغر حاجات. مثلا المنديل، يعني انت ما كنتش تفكر فيه قبل كده خالص. بس تخيل لو ما كانش معاك منديل، لو العالم ما كانش فيه منديل كنت هتعمل ايه في حياتك؟ تخيل لو تبقى مقروف قد ايه، مش قادر تستحمل اللي حواليك قد ايه. فاهم؟ اصغر حاجات بس هيخليك تفضل مبسوط ومقدر الحاجات اللي حواليك. فادي جورنالينج. في حاجه رابعه اسمها مديتيشن، بس بالذات مايندفولنس مديتيشن. ده كله عباره عن ايه؟ ان انت بتركز على حاجه واحده بس، تلات ارباع الوقت بتبقى النفس. بص، بتتعمل ازاي؟ بتقعد في اي مكان، يا اما بتقعد ظهرك مفرود، يا اما بتقعد وانت نايم، نايم على حاجه على ظهرك. وبعدين بتاخد نفس كبير، بتبدأ بشوية يعني أنفاس كبار شوية، ماشي، وبتمسك النفس فوق لثانية وبتنزله تاني. ليه؟ ده عشان انت تعمل حاجة اسمها جراوندنج لنفسك، تعرف تحس بان انت قاعد على كرسي بجد، وان انت عضلاتك كلها عملت ريلاكس. ماشي. اول ما عضلاتك كلها تعمل ريلاكس هتسيب نفسك يمشي زي العادي. يعني لو انا قلت لك انت بتتنفس دلوقتي هتقول لي اه، هقول لك انت قصدك تتنفس ولا جسمك بيتنفس لوحده؟ تقول لي جسمي بيتنفس لوحده. بالظبط، انا قصدي بقى سيب جسمك يتنفس لوحده. انت كنت الاول بتاخد نفس كبير وتمسكه وتسيبه، دلوقتي انت تسيب جسمك يتنفس خالص لوحده خالص، زي ما انا بتنفس دلوقتي عادي خالص. بس هتركز على النفس زي ما قلت لك في الاول. مايندفولنس مديتيشن كله ان انت تركز على حاجه واحده. فانت هتفضل مركز على النفس ده وعمال يطلع وينزل، يا اما تركز على بطنك بتطلع وتنزل مع النفس، يا اما صدرك عمال يكبر ويصغر مع النفس، يا اما النفس عمال يطلع من مناخيرك ويخش تاني. ده اللي انت بتركز فيه. ماشي. مايندفولنس مديتيشن دي ايه قيمتها بقى؟ انا مش واحد شاولين مونك قاعد على جبل مش هستفاد. لا، انت هتستفاد جامد جدا. ليه؟ ساعات كتيرة جدا انت بتبقى مثلا متنرفز وانت رايح المدرسة، حاجة حصلت لك في البيت، اتخانقت مع اخوك، مامتك زعقت لك، ابوك اتنرفز عليك.
فبتبقى رايح المدرسه بتنرفز. الحاجات اللي ما كانتش هتضايقك زمان بتبدا تضايقك دلوقتي، بس عشان دماغك متنرفز وملهي في حاجه هو كان متنرفز عليها في البيت. لما انت بتعمل جراوند لنفسك زي ما قلت لك في الاول كده، وبتاخد نفس كبير تمسكه وتنزله وتفضل تتنفس بقى وتعمل كنترول، تبطل تبص على نفسك يعني. كل مايندفولنس مديتيشن على بعضه. دي حاجه اتقالت في كتاب اسمه سايكو سايبرنتكس. لما عضلاتك كلها تبقى سايبه وفكه، انت استحاله تعرف تتنرفز، استحاله تعرف تتضايق او تخاف او تزعل او تغضب على اي حد، على اي حاجه اصلا. جسمك ما بيستوعبش المشاعر دي لما انت تكون ريلاكسد. فيعني لو انت رايح المدرسه وانت متضايق، وقبل ما تروح المدرسه وانت في العربيه عملت شويه مديتيشن لنفسك، جسمك مش هيستوعب النرفزه اللي كانت موجوده في الاول، مش هيستوعب الضيقه والغضب اللي كان موجود معاك في الاول والزعل. فانت مش هتحس بيهم، خلاص هيختفوا. ولو هم اختفوا انت تروح المدرسه دماغك صافيه خالص. لو دماغك صافيه خالص وانت رايح المدرسه، مش هتتضايق على اي حد. فاهم قصدي؟ عملت ريست الايموشنز بتاعك، عملت ريست لكل مشاعرك، رجعتهم للصفر تاني عشان تبدا تديفلوب مشاعر تانية كويسه، بدل ما تفضل في النرفزه بتاعك وتروح المدرسه بتنرفز وتتضايق على اي حاجه بتحصل هناك. فدي فايده مايندفولنس مديتيشن. وانا هقول لك حق انت ازاي تبدا كل الحاجات دي. انا ما بداتش على طول، انا ما كنتش سوبرمان ولا مايسترو عشان اعرف اخش على طول كده. صاحبي يقول لي اعمل كذا 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 وانا زي الروبوت طخ طخ طخ، ما بعملش كده، استحاله حد يعمل كده. وما كنتش عارف استوعب يعني ايه اسيب اللعب. اللعب ده كان كل حياتي. يعني ماشي سكرولينج كنت فاهم ان هو وحش، بس اللعب ده كل حياتي. انا بلعب وانا في جريد 3 يا اسطى يعني. اللعب ده بجد كان كله حياتي. فانا كنت ما كنتش مستوعب يعني ازاي اوقف، وايه اللي انت بتقوله ده. بس انا خدت القرار، الحمد لله قرار صح، اللي خلاني اعرف ابدا يوتيوب قدام، اللي خلاني اعرف ابدا اروح الجيم وابني جسم حلو الحمد لله، اعمل كل الحاجات دي. ايه القرار ده؟ القرار ده هو ان انا كنت ابدا سيلف امبروفمنت بجد. انا بداته كده بقى، بداته تدريجي. وانا قلتها كده ليه؟ بداته تدريجي. ماشي. اول حاجه قعدت اسبوع مثلا ما بعملش اي حاجه، بحاول ابعد عن الباد هابتس على قد ما اقدر، شويه بشويه. كنت بعمل سكرول كل ايه ما كنتش عارف امسك نفسي ساعات. بس قعدت اسبوع ما بعملش سكرول، بحاول ما بعملش سكرول ولا العب فيديو جيمز، واحاول اعمل هابتس كويسه، بس اللي هم الاربع هابتس اللي انا قلت لك عليهم دول، العادات دول يعني. وبعدين قعدت 3 ايام بدي نفسي ريورد، ب... ب... بدي نفسي جايزه يعني على اللي انا عملته. ماشي. كانت الكلمه ايه؟ ب... نسيتها، ما علينا يعني. بدي نفسي جايزه على اللي انا عملته. وبعدين الاسبوع اللي بعديه قعدت اسبوع تاني برضه بعد ال3 ايام دول. قعدت اسبوع تاني برضه بمنع كل حاجه وبعمل هابتس كويسه. وبعدين قعدت يومين بس. المره اللي بعديها قعدت اسبوعين ما بعملش اي حاجه. وبعدين قعدت 3 ايام. شويه بشويه فضلت ازود واقلل ازود واقلل لغايه ما انا دلوقتي اقدر اوقف خالص لشويه شهور. ماشي. وبعدين لو حبيت ان انا العب شويه في النص العب، بس بيبقى ايه اسبوع في نص شويه شهور. فاهم الفكره؟ فبتعرف بقى تعمل كنترول على نفسك. وانت ليه هتكون عايز تعمل كده اصلا؟ ليه عايز تعمل سيلف امبروفمنت؟ انت متخيل ان السن اللي انت فيه دلوقتي ده، اللي هو مثلا انت دلوقتي قول عندك 14 ل 18 سنه صح؟ فالسن اللي انت فيه ده كله بريباريشن. انت لسه ما كبرتش، لسه ما دخلتش جوه الحياه بجد، انت لسه بتبريبير. انت لسه بتبدا بتمهد لحياتك كلها. فتخيل لو انت بنيت لنفسك بيس قوي جدا ان انت تخش في اللعبه الحقيقيه، تخش لعبه الحياه بجد وانت مدمر كل حد، وانت مقفل في كل حاجه. سكرولينج ما بيأثرش عليك، فيديو جيمز ما بيأثرش عليك، مش محتاج تتفرج على التلفزيون، انت ممكن تفضل مركز حبه حلوين. انت عارف انت بقيت في ليفل كام ضد الناس التانية؟ انت بقى حطيت نفسك في مكان حلو جدا. لما تيجي تبدأ حياتك بجد هتلاحظ ان انت لا، انت في حتة تانية. انت احسن من ناس كتير في حاجات كتير هتساعدك هتفيدك. بس تاني هتقولي ليه ابدأ سيلف امبروفمنت؟ ليه احط نفسي كده؟ وانا هقول لك حاجة تانية. هل انت عايز تمشي الحياة الطبيعية بتاعت كل حد؟ تروح المدرسة، اقول لك بالبداية بقى قوي، تتولد، تكبر شوية، تروح كي جي، تروح المدرسة، تخلص مدرسة، تروح الجامعة، تخلص الجامعة، تروح تشتغل. بعد ما تخلص وتكون عندك 60 سنة وخلاص هتبدأ هتسيب الشغل خالص، تسيب الشغل وانت عندك 60 سنة، تقعد شوية وتتوفى. هل دي الحياة اللي انت عايزها؟ بأمانة يعني. ولا انت عايز حياة اكسايتنج كده، حياة فيها حاجات جديدة، حياة ممتعة، حياة بجد بتخليك تحس بحاجة جديدة. يعني مثلا تخلص المدرسة بس ما تخشش جامعة، تعرف بدل ما تخش جامعة تروح تفتح بيزنس والبيزنس بتاعك يفشل وتبقى عايش على الشارع شوية. وبعدين تعرف تنجح تاني وتفتح بيزنس تاني وتجيب تبقى مليونير، وتبقى مليونير دي تعرف تسافر العالم كله تعمل كذا 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 كذا. فاهم حياتك بقت حلوة قد ايه؟ بس عشان انت قررت تعمل قرارات تانية، حطيت نفسك في مكان تاني خالص. فانا اقول لك حاجة، الناس الطبيعيه ما بتبداش سيلف امبروفمنت. عايز تبقى زيهم ما تبداش.
الناس الطبيعيه ما بتعرفش توصل. الناس الطبيعيه ما بتعرفش يعني ايه بيزنس، حياتهم كلها متوقعه. انت تطلع من المدرسه، تروح الجامعه، تخلص جامعه، تروح تشتغل، تخلص شغل، تقعد شويه عايش في حياتك وبعدين انت توفى. دي الحياه اللي هم مستوعبينها، دي الحياه اللي هم فاكرين هي حاجه وحيده اللي موجوده قدامهم. مش مستوعبين اصلا انت ممكن تفتح بيزنس، مش مستوعبين ان حد طبيعي ممكن يفتح بيزنس. لو حد حاول يفتح بيزنس قدامهم بيقول لك انت مش بيل جيتس. طب ما طبيعي يعني مش هيفتح بيزنس في حياتك لو انت طريقه تفكيرك كده. سيلف امبروفمنت بقى هو اللي خلاني افتح يوتيوب اصلا. سيلف امبروفمنت هو اللي اداني ثقه في نفسي ان انا اعرف أو افتح فيديوهات واعرف اكلمك، ان انا اعرف احاول اجري ورا الحلم بتاعي. فهو يفيدك انت بنفس الطريقه، هو اللي بدأ لي كل حاجه. من غيره الصراحه انا ابقى في ولا حاجه، كنت لسه هبقى عيل صغير. اه ماشي، كنت اكون طولت وكبرت شويه بس كنت لسه هبقى عيل صغير. كان جسمي لسه هيبقى سيء، كان الثقه في نفسي لسه تبقى سيئه. انا نسيت اقول لك، انا السوشياليزنج سكيلز بتاعتي اللي هو من الاخر كده الطريقه اللي انا بعرف اكلم الناس اللي حواليا اتحسنت جامد جدا. في الاول انا كنت بتحرج، كنت كل مره ما بكلمش حد جديد، كنت اقعد في الاوبر اقعد ورا ما اكلمش حد. دلوقتي لا، بقيت احسن. دلوقتي بقيت اعرف اكلم اي حد، دلوقتي بقيت اعرف اتعامل مع الناس كشخص طبيعي. كل ده اتحسن، كل ده وصل لليفل تاني بسبب سيلف امبروفمنت. السيلف امبروفمنت بجد غير لي حياتي، وهيغير لك حياتك لو انت خدت الفيديو ده على قلبك وخدته بجد. لكن لو طنشته وخلاص ونسيت واتفرجت على اول 4 دقايق، مش هيعمل لك حاجه. لو حاولت تعمل سكيب مش هيعمل لك اي حاجه. لو طنشته وخلاص مش توصل لحاجه في حياتك. فحاول تاخده بجد، حاول تخليه يساعدك زي ما هو ساعدنا انا. لو انت عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات اكتر من كده، عايز تعرف تتثقف في سيلف امبروفمنت وتحط نفسك في ليفل ادفانسد اكتر شويه، انا عندي كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. في الكوميونتي دي انا عايز امليها بناس زيك انت بالظبط. ناس بتحاول تحسن نفسها بس مش لاقيين اصحابهم، مش لاقيين ناس جنبهم يحسنوا نفسهم معاهم. وعشان كده هم مش عارفين يحسنوا من نفسهم، مش عارفين يبعدوا من الاصحاب اللي هم بقالهم عارفينهم طول حياتهم. فانا بقى بين الكوميونتي دي ليك انت عشان انت تعرف تلاقي اصحاب، تعرف تحط نفسك في مكان احسن بكتير. ولو انت احتجت اي كورسات، لو انت احتجت اي حاجه، اعمل لك الكورس سبيسيفيك ليك انت، يبقى كأنه كورس بريميوم كده، انت الوحيد اللي ممكن توصل له عشان انت جوه الكوميونتي. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات اكتر من كده زي ما بقول لك، اللينك بتاع الكوميونتي دي تحت في الديسكربشن فيديو ده. ماشي، خش في فيديو جوه اتفرج عليه، بشرح لك كل حاجه جوه الكوميونتي. لو انت شايف ان ده استفاد، اتفضل خش، انا بقى مستنيك جوه طول الوقت. يا رب يكون عجبك الفيديو. دايما افتكر، امشي في طريق ناس كتير ما بتمشيش فيه عشان تعرف تحط نفسك في مكان ناس كتير ما تحطش نفسها فيه. اشوفك الفيديو الجاي.